ممكن بنت تدخل في علاقة مع شاب هو فعلًا توكسيك وشايف إن هو توكسيك، مش قادرة تسيبه، ده فعلًا تعلُّق مرضي. التعلق بيتولد شجرة، لكن الحب لأ، هو بيبتدي بذرة ويكبر. الحب بيبقى فيه رصيد، أنا عارف إن أنا حتى لو بعدت خلاص أنا عارف مكانتي، وعارفة كويس أوي الطرف التاني برضه شايفني إزاي. الحب أنتِ فيه بتدوّري دايمًا على مصلحة اللي قصادِك، إمم. حتى لو ممكن ما يرضاش. التعلق أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان يرضى، حتى لو مش في صالحي. هو حقيقة التعلق مش محورية الشخص، إمم. هو محورية نفسي. في زي comic كده إنه في مسرحية من المسرحيات واحد بيقول إيه، ده أنا مامتي مخلفة 12 بنت، فقالت له حلو أوي، طب اسمهم إيه؟ قال لها لأ، هو مامتي هتلخبط نفسها ليه؟ كلّهم سُعاد، هي لمّا تنادي تقول كُلّه سُعاد، كُلّه يحضر هي تشوف هي عايزة مين. إمم. باحس أوي الفكرة دي متطبّقة عندنا على الحب. إحنا أي شعور إيجابي بنحسه ناحية شخص بنسميه بنسميه حب. حب، بغض النظر هل هو فعلًا حب والّا لأ. المشكلة إن إحنا لمّا بنسميه حب، عقلنا وقلبنا وكل حاجة بتبتدي إن هي تتفاعل على إنه حب، إمم. رغم إن هو ممكن يكون في الحقيقة مش حب خالص. إمم. كان في بنوتة من البنات اللي أنا بادرّبها وكده باتعامل معاها، فكلمتني في التليفون مكالمة عادية، فاتكلمت معاها، بعد ما قفلت معايا لقيتها باعتة لي messages على الواتساب غريبة جدًا، messages كلّها بقى إيه، قد إيه أنا حاجة كبيرة في حياتها ومليت حياتها إمم. وبتحبني جدًا. أنا راجعت نفسي كده، هو أنا اتكلمت معاها قبل كده؟ ده هي دي المَرّة أو تاني مَرّة بالكتير اللي اتكلمت معاها فيها، إمم. وما قُلناش حاجات مهمة، يعني أصلًا يعني ما عملناش كمان يعني إيه إنجاز ضخم في علاقتنا ولا أي إمم. حاجة خالص. فساعات إحنا بنسمي ده حُب إمم. وهو مش حُب. يعني مثلًا نموذج زي ده تعلُّق، إمم. تعلُّق مرضي مش تعلُّق العادي، ده تعلُّق المرضي. ففي أنواع كتير جدًا للمشاعر اللي بنحسّها ناحية الناس، مش لازم تكون حُب. منها مشاعر إعجاب، إمم. منها مشاعر انجذاب، منها مشاعر تعلُّق. فيعني مثلًا الإعجاب، إمم. الإعجاب ليه علامات مختلفة تمامًا عن علامات الحُب، إمم. ومعنى غير معنى الحُب. إمم. إيه هي الإعجاب؟ يعني أعرف منين إني معجبة بشخص، أعرفها منين؟ سواء الشخص ده على فكرة يعني ممكن ست أو راجل، يعني أنا آه. كبنت معجبة بحد أيوه. بشكل عام. باحس إن الإعجاب حاجة وقتية، لحظية كده، شُفت تصرُّف معيّن، يعني ممكن مثلًا تقابلي واحدة في مواصلات مثلًا، تعمل معاكِ موقف جدعنة، فتُعجبي جدًا بالموقف اللي هي عملته، وقد إيه هي شخص جدعة ولذيذة يعني أنتِ ما تعرفيهاش، أصل الحب معرفة، بتبقي عارفة الشخص عمومًا، معاشراه، شُفتِ صفاته كلّها. فالإعجاب حاجة وقتية أوي، ونابع من إن هي عملت تصرُّف معيّن، لقطة، لقطة هي لقطة. تصرُّف معيّن، شكل الoutfit بتاعها كلّه عجبني، ادّيت عنها انطباع من الoutfit ده مثلًا، طريقة كلامها في التليفون مثلًا رقيقة، فيها حاجة كده لذيذة، فأُعجبت بالطريقة. فالإعجاب حاجة ظاهرية سطحية شوية. أنتِ عارفة إن هُم بيقولوا إن إحنا تقريبًا بنُعجب كل يوم من 3 ل4 أشخاص؟ كل واحد دي فينا إحصائية؟ بيُعجب كل حاجة يوم لذيذة تقريبًا من أوي. 3 ل4 أشخاص. ده إمم. معناه إيه؟ إن أنت لأ، أنت كل يوم في حاجة بتجذبك في حد آه، طبيعي، حاجة بتشوف ناس طبيعية بتعمل فعلًا. حاجات حلوة، بتشوف صفات حلوة في البني آدمين، أنا أصلًا كمان في المواصلات، لو أنا في مواصلات باحب أوي أركّز مع تصرفات الناس، فبابقى تشوف مثلًا الخير اللي فيهم. باحب جدًا بقى أشوف الخير فعلًا، وتصرفات كمان الجدعنة، واحدة مثلًا عدِّت واحدة مُسنّة في الشارع، شاب مثلًا عمل موقف لطيف وخلّى بنت تعدّي قدّامه الأول، مثلًا هو قام عشان ما تقعدش جنب شاب تاني، الحاجات دي كل التصرفات دي بتبقى بالنسبة لي إعجاب. أنا ما أعرفش الشخص خالص، بس أنا فعلًا معجبة بالتصرُّف اللي عمله يعني. بيبقى بالنسبة لي ممتنة أوي إني شُفت اللحظات دي، حاجات جميلة بتبسطني في طريقي يعني. ده بافرّقه إزاي معايا أنا، لو مثلًا في طريقة كلامي، يعني مثلًا ما ينفعش أقول أنا شُفت النهارده واحدة حبيتها أوي، لأ، ما حبيتها إيه، أنا ما عجبني أوي أعرفهاش، تصرُّفها مثلًا. عجبني تصرُّفها أو أُعجبت بحاجة عملتها، أُعجبت بشكلها، بلبسها، بالاحظ ده في كلامي. وكمان بيفرق معايا لو الشخص مثلًا أنا نفس الفكرة، يعني باستغرب أوي من الناس اللي هي بسرعة تبقى مثلًا قاعدة جنبِك في المواصلات، تحكي لِك قصة حياتها، تحكي لِك مش عارفة تقول لِك إيه، والله أنا حبيتِك أوي، بابقى مش منبهرة إن هي حبتني أوي، هي ما حبتنيش، هي أخطأت في التعبير، يعني خانها التعبير، هي يعني عبّرت بالشكل عشان طبعًا كل حاجة بنعممها كحُب، بس يعني بابقى كُلّه عارفة سُعاد كويس أوي، عارفة. كلّه سُعاد، بابقى عارفة كويس أوي إن هي أُعجبت بإن أنا شخص سمعها كويس مثلًا، أو ليّا ابتسامة معيّنة فعجبتها مثلًا كده. فبافرّق بين ده وده طبعًا بييجي برضه بالوقت، بالنضج وعي والوعي. وخبرة، آه، دي مش حقيقة، مش مش حاجة دي كده حقيقة. بنتولد بيها. وأصلًا الناس يعني يقول لِك ده فرق كبير جدًا ما بين الحُب وما بين التعلُّق. إمم. التعلُّق بيتولد شجرة، يعني عارفة اللي هو فجأة واحدة تلاقي نفسِك إيه، مشاعر كتيرة أوي مسكتِ في حالة معيّنة اتجاه حاباها. شخص معيّن، إمم. صاحبة بقى والّا زميل والّا أي حاجة. لكن الحُب لأ، هو بيبتدي بذرة ويكبر. إمم.
فبتفرق، في حاجة اتولدت كبيرة مرة واحدة، وفي حاجة لأ صغيرة وبتكبر مع الوقت بالمواقف والحاجات دي كلها. فده واحدة من أهم الحاجات مثلًا اللي بتفرق التعلق. فالتعلق كمان ليه علامات كتيرة جدًا بتفرقه جدًا عن الحب الحقيقي. يعني التعلق مثلًا تلاقي بني آدم ممكن يبقى زوج أو زوجة، ممكن إن هم يستحملوا كم ضياع للحقوق وكم إهانات وحاجات، ما هو دي من علامات التعلق، لأن التعلق هو دايمًا خايف إن العلاقة تنتهي، أيوه. دايمًا خايف إن الشخص يسيبه، ففي سبيل ده بيضحي بحاجات كتيرة أوي، حتى لو ضحى بنفسه، نفسها. أيوه. يعني عشان كده إن لنفسك عليك حق، ما ينفعش تضحي بنفسك بس هي مش بتاعتك أصلًا. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى لمّا حدد لنا حقوق وحاجات علشان يحفظنا، فأنت بتضحي بحاجات هي مش بتاعتك. فده من علامات إيه؟ التعلق. إن أنا ما ليش كيان لوحدي، من علامات التعلق. أنا دايمًا شايف نفسي من خلال اللي قصادي. في صحاب بيتعاملوا مع بعض بالمنطق ده. أيوه. أنا حياتي هي، فهي عايزة تعمل إيه أنا معاها، طب أنتِ عايزة تعملي إيه؟ لاغية شخصيتها تمامًا، ماشية بدماغ صاحبتها. مش بتركّز في احتياجاتها، مش ب تابع. مش ما بتعرفش تتبسط لوحدها، يعني ممكن ما يبقاش ليها أنشطة هي من لوحدها. أهم علامات التعلق أصلًا إن أنا يعني حاطة كل انبساطي كله على وجود شخص أصلًا. ما اعرفش انبسط غير لمّا أعمل حاجة معاه. ولو مشي حزن شديد تمامًا يعني. وهي يعني هي حاجة حلوة في الحب بشكل عام، بس فكرة الأوفر المشاركة، فيها هو بس اللي الزيادة إن أنا ما أعرفش أنبسط غير والحد ده موجود أو بيعمل معايا حاجة، دي مشكلة، لإنه أصلًا دي حاجات مش أصلًا ما بتسمحش بالحب، فكرة الاختناق اللي بيحصل في أيوه، العلاقات دي. لازم مساحة شخصية لكل الطرفين. بالضبط. الشخص المتعلق دايمًا من أكبر مخاوفه الهجر إمم. فقط، هو خايف. لكن التاني ممكن لو حصلت فترات فيها بُعد أو كده متطمن، ماشي عادي بنبعد وبنقرّب نتيجة في لحاجة رصيد، معينة. الحب بيبقى في رصيد. أنا عارف إن أنا حتى لو بعدت خلاص أنا عارف مكانتي وعارفة كويس أوي الطرف التاني برضه شايفني إزاي. فده حب. من الحاجات برضه اللي بتفرق الحب تعلُّق. الفرق بين الحب والتعلق إنه ممكن بنت تدخل في علاقة مع شاب هو فعلًا توكسيك وشايف إن هو توكسيك مش قادرة تسيبه. أيوه صح. وييجي أسئلة كتير جدًا، جدًا يعني على الموضوع ده. أنا عارفة إن الشخص دوّة بيأذيني نفسيًا، عارفة إن هو مثلًا بياخد منّي فلوس، عارفة إنه مثلًا بيخونّي خيانة واضحة، بس أنا مش أنا عايزة أكمّل. أنا مش بابقى قادرة أستغنى عنه. مش قادرة فعلًا بتقولها صراحةً مش قادرة أستغنى عنّه. ده فعلًا تعلُّق مرضي. والمشكلة إن هي بتبقى عارفة كمان إن ده يعني مرض. إن هو أذيها أذى نفسي كبير، بس بتستمر في العلاقة يعني. دي فبيبقى واحدة من الموضوع أهم صعب. علامات التعلُّق فعلًا. إمم. من أهم العلامات برضه إن الحب أنتِ فيه بتدوّري دايمًا على مصلحة اللي قصادِك، إمم. حتى لو ممكن ما يرضاش. لكن التعلُّق أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان يرضى، حتى لو مش في صالحي. لإن في النهاية في التعلُّق يعني حقيقة التعلُّق إيه؟ هو حقيقة التعلُّق مش محورية الشخص، هو محورية نَفْسي. هو أنا خايفة على نَفْسي، أنا خايفة من الفقد، أنا خايفة من عدم إحساس الأمان، أنا خايفة ما آخُدش اللي أنا محتاجاه. ففي الآخر هي أنا اللي فيّا مشكلة، مش مشكلتي بس في اللي قصادي، لأ أنا الحقيقة المشكلة فيّا أنا نَفْسي. فدي واحدة مثلًا من المسميات الغلط اللي إحنا بنسميها للتعلُّق على إنه حُب، لأ هو مش حُب، هو تعلُّق ومرضي، يعني هو أصلًا حاجة كمان مش صحية خالص ومحتاجة أيوه. نتعالج منها. من برضه الحاجات اللي بنسميها غلط في الحُب فكرة الانجذاب، ودي بيبتدي شوية ممكن مع سِن المراهقة كده، معانا وإحنا بنكبر. في ناس بتعرف تفصل وتنضج في الحتّة دي، وفي ناس بتكمّل فيها. فكرة الانجذاب الطبيعي الفطري اللي ربنا خلقه ما بين أي راجل وأي ست، لإنه طبيعي إن ربنا خلقنا إحنا الاتنين مش شبه بعض، وخلق كل حد فينا فيه حاجة بتكمّل التاني. فطبيعي إنه أنا لمّا بالاقي حد مش عنده حاجة مش عندي، باتسند عليها. فتلاقي مثلًا البنت بتميل أوي وتُعجب أوي، تتعلق أوي، تنجذب أوي بغض النظر بقى عن المصطلح، بس المهم إن هو مش حُب، لحد مثلًا وقف جنبها في موقف من أيوه. المواقف، موقف جدعنة. عارفة المشاهد بتاعة التمثيلية اللي هو إيه، مش عارفة ده أنقذها من حرامي بيشيل الشنطة، اللي هو ماشي حضرتك ده انجذاب عادي جدًا أو إعجاب، احسبيها زي ما تحسبيها، بس ده مش حُب. بس هي بتعيش حالة معينة تمامًا خلاص وتكبّر الموضوع برمجة جواها العقل على أوي حتّة على إن تانية، هي حُب خلاص. رغم إن هو مش كده خالص. ففي الراجل نفس النظام على فكرة، لإنه يعني كان من أجمل الحاجات اللي سمعتها من حد من المشايخ يقول لك: هو إحنا كلنا فاكرين إنه الشهوة الكبيرة هي شهوة الرجل والمرأة بس فكرة الجواز؟ لأ، في شهوات كتير جدًا نفسية ما بين الاتنين. إن أنا أحكي وأحس بالسند، أحس بالدعم، أحس بالطبطبة، أحس إن في حد بيشاركني عاطفيًا، حد يقول لي معلش، بس مختلف هو راجل وأنا ست. أيوه. عشان كده كان في حد من الcoaches يقول لِك خلي بالِك إن أغلب البنات هتروح لcoach راجل، وممكن ساعات كتير الرجالة تروح لcoach بنت. ليه؟ فطريًا أو لا واعيًا
هو حاجة بيدوّر على عكسه نَفْسه، كمان. ودي مش حاجة صح، دي حاجة المفروض إن إحنا نُقف وندرك إحنا بنعمل إيه، إمم. لإن ده في الأول وفي الآخر أولًا مش حُب، ثانيًا هو انجذاب لشهوة، هي مش حقيقة، هو احتياجات عندنا، احتياجات عندنا مش مطلوب ومش مفروض إن اللي قصادي ده أصلًا يدّيهاني. إمم. عشان كده الصح إن أنا لمّا بالاقي أصلًا أي حد بيحاول إن هو ياخد الاحتياج ده منّي إن أنا أوقّف، أنا مش هادّيك الاحتياج ده، ليه؟ أصل مش أنا المسؤولة إن أنا أدّيك الاحتياج ده، فلو بنت بتتعامل كده مع ولد أو ولد بيتعامل كده مع البنت لازم يُقفوا عند الحد ده، أنا عملت موقف جدعنة بس موقف جدعنة عشان أنا جدعة، عشان ده الأخلاق، عشان الرجال قوّامون على النساء بشكل إمم. عام، قائم على خدمتِك مش بشكل عشان عام في المجتمع، باحبِّك ويبقى في مش علاقة عشان بيننا. حُب ولا إعجاب ولا الحاجات دي كلّها. فباعتقد إنه من ضمن النضج إني أفرّق بقى من الأنواع دي إمم. وما بين الحب الحقيقي، وده واحد من أهم الحاجات اللي اللي جوّه في تخلّي العلاقات. الاتنين حلوة.